قضية سفاح جرين ريفر هي قصة مأساوية وتضارب الفشل والنجاح. فشل التحليل النفسي اللي خلى البوليس يطارد المشتبه به الغلط وخلى المتهم الرئيسي بعيد عن الشبهات، وفشل جهاز كشف الكذب اللي عطى للقاتل الضوء الأخضر باش يكمل، وفشل المجتمع اللي همش الضحايا لدرجة أن الاختفاء ديالهم ما كانش كيهم حتى شي واحد. ولكن أيضا قصة ديال النجاح، نجاح المحققين بحال رايكرت وجينسن اللي عمرهم فقدوا الامل لمده 20 عام، ونجاح العلم اللي خلى من ديك العينات الصغيره الصامته ديال الدي ان اي اللي بقات في الثلاجه لمده سنوات تورينا القاتل الحقيقي، واللي بلا بها وبلا ايمان المحققين بتطور العلم كان ممكن غاري ريدجواي يموت وهو حر، والسر ديال عشرات الضحايا مدفون معه. العبره الاكبر من القصه ديال غاري ريدجواي هي ان الوحش الحقيقي ماشي ديما تيكون عنده الانياب والمخالب، احيانا تيكون هو داك الشخص العادي بزاف اللي حتى واحد ما كيعطيه قيمه. سلام.